شو الفرق بين مرطبات سيرافي وكيف بنختار المرطب المناسب لنا؟ إذا كان بشرتكم من جافة إلى جافة جدا فبتقدروا تستخدموا المويسترايزنج كريم أو المويسترايزنج لوشن واللي رح يعملوا على ترطيب البشرة بالإضافة لاستعادة وظائف حاجز الجلد الطبيعية لاحتوائهم على الهيالورونيك أسيد بالإضافة لثلاث أنواع من السيراميدات وممكن استخدامهم للوجه والجسم وبيجوا بأحجام مختلفة. أما إذا كان بشرتكم من عادية إلى جافة فبتقدروا تستخدموا الفيشل مويسترايزنج لوشن AM أو PM. الفرق بيناتهم إنه ال AM بيحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 وبنستخدمه خلال النهار، أما ال PM فيستخدم ليلا فقط، واثنيناتهم رح يعملوا على ترطيب البشرة، استعادة وظائف طبيعية لحاجز الجلد بالإضافة لتخفيف التهيج والاحمرار لاحتوائهم على النياسيناميد الهيالورونيك أسيد بالإضافة لثلاث أنواع من السيراميدات. إذا كانت بشرتكم جافة متشققة فيها حروق طفيفة بتعانوا كثير من التشققات خلال فترة الشتوية فبتقدروا تستخدموا الهيلينج اوينتمنت واللي رح يعمل على ترطيب البشرة بالإضافة لتهدئة الجلد واستعادة وظائف حاجز الجلد الطبيعية لاحتوائه على الهيالورونيك أسيد بالإضافة لثلاث أنواع من السيراميدات. بيستخدم الهيلينج اوينتمنت فقط على الجسم، ما بنستخدمه على الجروح أو الخدوش أو الحروق العميقة. كل انواع المرطبات اللي ذكرتها سابقا ما بتستخدم لمنطقه حول العين. اذا تريدوا كريم مرطب لمنطقه حول العين من سيرافي فعندكم اي ريبير كريم اللي رح يعمل على ترطيب منطقه حول العين واستعاده وظائف حاجز الجلد الطبيعيه بالاضافه لتقليل التصبغات والانتفاخ بهي المنطقه لاحتوائه على الهيالورونيك اسيد بالاضافه لثلاث انواع من السيراميدات. اذا كانت بشرتكم من عاديه لمختلطه او دهنيه فبتقدروا تستخدموا الالترالايت مويسترايزنج لوشن اللي رح يعمل على ترطيب البشره بالاضافه لاستعاده وظائف حاجز الجلد الطبيعيه لاحتوائه على حمض الهيالورونيك بالاضافه لثلاث انواع من السيراميدات، وايضا بيحتوي على عامل حمايه SPF 30 ففينا نستخدمه كمرطب كواقي من الشمس. إذا بدكم كريم مرطب وبنفس الوقت بيعمل على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة فبتقدروا تستخدموا السكين رينيوينج نايت كريم أو السكين رينيوينج داي كريم. بالنسبة للسكين رينيوينج داي كريم فرح يعمل على ترطيب البشرة بالإضافة لتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة لاحتوائه على الريتينول، حمض الهيالورونيك وثلاث أنواع من السيراميدات، وأيضا بيحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 وبالتالي رح يمنع ظهور علامات الشيخوخة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس. أما بالنسبة للسكين رينيوينج نايت كريم فرح يعمل على ترطيب البشرة وتجديدها بالإضافة لتقليل الاحمرار وتحسين مظهر البشرة المتعبة لاحتوائه على بايوميميتيك بيبتيدز بالإضافة للنياسيناميد، حمض الهيالورونيك وثلاث أنواع من السيراميدات، واستخدامه من اسمه ليلي فقط. إذا كانوا إيديكم جافين جدا متشققين فيهم تهيج أو احمرار فبتقدروا تستخدموا الثيرابيوتيك هاند كريم اللي رح يعمل على ترطيب البشرة واستعادة وظائف حاجز الجلد الطبيعية بالإضافة لتهدئة الجلد وتخفيف التهيج والاحمرار لاحتوائه على حمض الهيالورونيك النياسيناميد وثلاث أنواع من السيراميدات.